احنا عارفين ان جيسون مات على ايد الجوكر، ولكن ايه اللي كان يحصل لو جيسون فضل عايش او نجي من الموت ده؟ بعد ما اتضرب بطريقة وحشية وتعرض لانفجار من تخطيط الجوكر، جيسون لحسن الحظ قدر ينجو رغم انه تعرض لصدمات نفسية قوية. في نفس الوقت باتمان كان غضبان جدا بسبب اللي الجوكر عمله وبدأ يطارده من غير اي تردد. باتمان استخدم البات وينج واصطدم بالمركب السريع اللي الجوكر كان عليه وسابه يغرق لانه عارف ان سوبرمان اكيد هيجي وينقذه. بعدها باتمان ودى الجوكر لاركام وسجل كل اللي الجوكر عمله عند الدكتور ستونر مدير اركام، لكن الدكتور ستونر ظهر عليه انه متعاطف مع الجوكر لانه شايف ان كل المرضى بتوعه بما فيهم الجوكر مش اشرار لكن عقولهم مريضه. لما باتمان سمع الكلام ده اتعصب جدا وقال شكله اكتر وهميه من كل المرضى اللي في اركام. بعد كام اسبوع رغم ان جروح جيسون الجسديه التأمت، لكن بسبب اللي حصل ليه بقى مكتئب اكتر، وده خلى بروس يجيب دكتوره نفسيه اسمها ساسواتي ديف عشان تعالج جيسون. لكن جيسون شاف ان بروس عاوز يتخلص منه فغضب وقرر يخرج لوحده ويشتغل كروبن. في واحدة من المهام جيسون واجه سكار كرو لوحده رغم انه كان مستعد وعامل حسابه بكمامة غاز، لكن قدر يحقنه توكسين عن طريق مسام جلده، وده خلى جيسون يهلوس. جيسون شاف في الهلاوس انه بيتضرب من الجوكر تاني وان الميته جايه تاخده معاها. جيسون انهار من الخوف لحد ما باتمان وصل وانقذ الموقف وضرب سكار كرو واخد جيسون بعيد عن المكان. في نفس الوقت الدكتور ستونر كان بيحاول يعالج الجوكر، والجوكر قال انه بقى سليم وان شخصيته الجوكريه اختفت تماما وانه جاهز علشان خاطر يخرج، لكن ستونر قال ليه يوقف تمثيل لانه عارف ان الجوكر بيخدع الكل وكان محبط منه. لما الجوكر سمع كلمة محبط اتعصب بشكل عنيف وبدأ يهاجم لأنه شايف نفسه فنان مش مفهوم وإنه كان بيقدم عروض لجسم. الجوكر هدد إنه هيقتل ستونر وده خلى الحراس يتدخلوا بسرعة. ستونر كان واضح عليه الحزن لأنه فشل إنه يعالج الجوكر. بعد كده جيسون وافق إنه يتعالج على إيد الدكتورة ديف، لكن عشان خاطر كان عنده أسرار لازم يحتفظ فيها فما قالش كل حاجة. ولما الدكتورة ديف حاولت تضغط عليه عشان يتكلم، جيسون بيغضب وبيمشي وبيسيبها. باتمان لما عرف اللي حصل راح يقابل الدكتورة في الليل وكشف ليها هويته عشان يشرح ليها كل اللي مر بيه جيسون عشان تقدر تفهم الحالة بتاعته. الدكتورة ديف اتفاجئت لما شافته، وأول سؤال سألته هو ازاي باتمان جاب طفل صغير لدنيته. باتمان معرفش يرد وقرر يمشي من غير ما يقول حاجة. بعدها راح على مكان اسمه هافن عشان يقابل نايت وينج اللي كان وقتها في مواجهة مع مجرم عنيف. نايت وينج قدر يهزمه رغم انه اتصاب شوية، ولما باتمان كان بيساعده عشان خاطر يلم جروحه سأله هل عمرك ندمت انك دخلت عالم باتمان؟ وهل فكرت ان حياتك كانت هتكون افضل لو ما قابلتنيش؟ نايت وينج رد عليه وقال انه فعلا في مرات كتير كان بيحس بالندم انه داخل العالم ده، كان بيتمنى يعيش حياة طبيعية زي اي حد. لكن قبل ما يكمل كلامه باتمان حس انه فهم اللي عاوز يقوله وقرر يمشي فجأة واختفى قبل ما نايت وينج يقدر يلاحقه. في اركام الدكتور ستونر كان بيحاول يعالج الجوكر تاني. الجوكر كان باين عليه انه هادي وبيمثل انه ندمان على كل اللي عمله. لما الجوكر بدأ ينهار الدكتور ستونر حاول يهديه، لكن فجأة الجوكر اتغير وبان انه في الحقيقة هو كلايفيس، وده خلى حراس اركام يمسكوه فورا. لما راحوا يتأكدوا من الزنزانة بتاعت الجوكر اكتشفوا انها فاضية تماما. الجوكر كان هرب بعد ما اتنكر في زي عامل من عمال المغسلة في اركام. الجوكر راح على سينما وقعد يتفرج على فيلم وكان متخيل انه قاعد مع باتمان وروبن، لكن الحقيقه انهم كانوا مجرد هلاوس في دماغه. الجوكر انفجر غضب لما اكتشف انه كان بيتخيل بس، لكن الجوكر ما اهتمش لانه كان محضر خطه للعرض الجديد بتاعه في البات كيف. بروس سأل ألفريد هل أنا غلطت لما جبت الأولاد دول للعالم بتاعي؟ ألفريد رد عليه وقال إنه حاسس إن بروس كان عاوز يخلي الأولاد دول أقوياء علشان يقدروا يواجهوا العالم، لكن أوقات بيحس إن بروس غلط. مع ذلك هو متأكد إن في سبب كبير ورا ده، وهو إن بروس كان عاوز عيلة وده السبب اللي خلاه يجيبهم. بعد شوية الدكتورة ديف اتصلت وقالت ليه إن جيسون هرب عشان يدور على الجوكر. باتمان فورا بدأ يدور عليه وقبل نايت وينج كمان اللي كان عاوز يوضح كلامه في النقاش اللي فات. فنايت وينج بيقول له إنه رغم إنه أوقات كان بيندم لكنه في النهاية بيحب حياته دي ومش ممكن يبدلها بأي حاجة تانية. في نفس الوقت جيسون قدر يلاقي مكان الجوكر بعد ما استجوب محامي الجوكر. لما شاف الجوكر جيسون وقف مكانه اتجمد وهو فاكر ازاي الجوكر ضربه وقتل امه. الجوكر لما شافه متردد على طول ضربه بمسدس القفاز اللي خلاه يغمى عليه. لما جيسون فاق لقى نفسه لابس بدلة مهرج والجوكر سماه جوكي
بعدها الجوكر خد جيسون وراحوا بيت الدكتور ستورر وبدأ يضربه بعنف، ولما الجوكر طلب من جيسون يقتله جيسون بدأ يصحى لنفسه ويقاوم تأثير الجوكر اتغاظ وضربه، لكنه حس ان جيسون ضعيف جدا وقرر يسيبه لانه عنده حسابات تانية مع باتمان. على الجانب التاني باتمان ونايت وينج راحوا السينما اللي الجوكر كان ضرب فيها جيسون، ولقوا ورقه جنب خفاش مكتوب فيها ان الجوكر ساب جيسون وطلب من باتمان يقابله لوحده. نايت وينج كان محتار عن مكان الجوكر، لما حاول ياخد الخفاش باتمان منعه وحقنه بمخدر عشان ما يبعتوش. باتمان راح لحجر فيه نوع من الخفافيش اللي الجوكر كان بيصطاده. الجوكر هنا بدأ يمدح الذكاء بتاع باتمان وقال لي انه عنده جهاز بيتحكم في كل الخفافيش وانه هيبعتهم على جثم وكلهم متصابين بسم الفينوم، وقال لي ان باتمان مش هيقدر يوقفه لان زر التحكم في الجهاز موجود في اسنانه. باتمان ما كانش عاوز سكان جوثام يتجننوا وكان لازم يشرب السم بتاع الجوكر، ولما شاف انه ما عندوش اختيار قرر ياخده، لكن فجأة طلقة رصاص جت في جسم الجوكر واتضح ان اللي ضربها هو جيسون، بس لان جيسون ضرب الطلقة في جسمه الجوكر فضل يقول ليه يضربه في راسه وكأن بيحاول يستفزه عشان يعملها. باتمان حاول يوقفه لكن جيسون ضغط على الزنات الاول. الجوكر كان فرحان جدا لما عرف انه اتقتل قبل ما يقع والألمعة في عينه لسه موجودة وعنده طلقة في راسه. باتمان بدأ يسأل جيسون عن تصرفه لكن جيسون اختفى قبل ما يقدر يوقفه. بعد شوية باتمان استدعى الشرطة عشان تاخد جثة الجوكر وقفل الجحر نهائيا. بعد كده باتمان ونايت وينج بدأوا يدوروا على جيسون، ولما لقوه جيسون كان خايف انهم يكرهوه بسبب اللي عمله، لكن باتمان ونايت وينج نفوا ده على طول وحضنوه خدوه معاهم علشان يرجعوا للبيت مرة تانية. خبر موت الجوكر انتشر في كل مكان. باتمان ما قالش مين اللي قتله وقرر يخلي موته لغز للكل، حتى لما الناس اتهموه ان هو اللي قتله هو ما كانش مهتم لان حاسس ان باتمان مات فعلا في الجحر ده. فبعد الاحداث دي المدينة هدت شوية والاشرار اختفوا بسبب فقدان التوازن اللي حصل بموت الجوكر، لكن ببطء بدأوا يرجعوا ينشروا الفوضى في جوثام اللي بقت بدون باتمان. بس اللي محدش كان يعرفه ان باتمان ما كانش ميت تماما. ديك جارسون قرر ياخد العباءة بتاعت باتمان ويكمل مكان بروس وين، ولكن على الجانب التاني بروس وين قرر ان هو يشتغل في النهار ويساعد العالم من خلال مؤسسة وين، كمان بيقع في حب الدكتورة ديف. اما بالنسبة لجيسون وبعد ما خلص جلسات العلاج مع الدكتورة ديف بدأ يعيش حياة طبيعية ودرس علم النفس لحد ما اتخرج. اشتغل شوية في مركز إعادة التأهيل وبعدها انتقل لأركام واشتغل هناك. الناس كانوا متوقعين انه هيترك أثر إيجابي هناك، لكن المفاجأة ان هو تحول لجوكر جديد في النهاية.